طيب المسؤوليات بقى بتاعت قسم شؤون العاملين يعني في العموم، مسؤوليته مسؤول عن ايه؟ اول ما تبقى في الشغل كده وتقابل حاجه من الحاجات دي، تكلم مين على طول؟ روح كلم شؤون العاملين. طيب مسؤول عن العلاقات الداخليه بين جميع العاملين، ضمان التناغم بين المستويات واداره المنظومه المختلفه زي ما اتفقنا. الاذاعه الداخليه، علاقات بين الموظفين، علاقه بين المشرف والمدير والمدير والمشرف والموظف، علاقه بين المسؤولين، الاتصال بين اشياء مختلفه، ان الادارات اللي بينها نقط مشتركه كتيره لازم بيدخل بينها شؤون العاملين وبتنظم الموضوع دوت. تمام. مسؤوله عن العلاقات الخارجيه بقى مع كافه الجهات الحكوميه والرقابيه والتنفيذيه المرتبطه بالمواطنين الاجانب العاملين لدى المنظومه. يعني ايه؟ يعني سواء هي ترتبط بمخاطبات مع كافه الجهات الحكوميه وكافه الجهات الرقابيه والتنفيذيه المرتبطه بالمواطنين والاجانب العاملين لدى المنظومه. لما بيكون في اداره شؤون قانونيه وشؤون عاملين قويه جوه المنشاه، بتعمل ايمج للموظف قوي جدا، فبيبقى زي ما احنا بنقول خطاب التزكيه او التوصيه ده بيبقى ليه حاجه فعاله لو بيكون اداره شؤون العاملين فعاله، وبيكون واخده الثقه على المستوى الخارجي كمان. مسؤول عن الاعتناء بالموظفين الجدد خلال الفترات الأولى من التعيين، التأكد من جودة التوظيف بالمنظومة ضمن معايير عدم تمييز وقواعد واضحة. في نقطة هنا مهمة قوي، هو الاندكشن بروجرام أو الجولة التعريفية. هنا بيقوم بيها اثنين، بيقوم بيها شؤون العاملين وبيقوم بيها مسؤول التدريب. الاثنين دول بيشتركوا تماما ان هم الموظف بيجي جديد بيعرفوا الخبره المكانيه والحياتيه، بيعرفوا المكان، بيعرفوا مخارجه ومداخله، الرولز بتاعته زي ما اتفقنا، الاذاعه الداخليه، عشان خاطر يخليه يحس على طول بالانتماء للمكان، فيبتدي يقدر يبقى منتج من الفترات الاولى من التعيين. وفي الوقت ده لو احنا عملنا كده وعملنا انجيجمنت، ترابط كويس للموظف في اول ايام او اول اسابيع، صدقوني احنا كده كسبنا حاجه كتير جدا، وعملنا حاجه اسمها ريكروتمنت كواليتي، او ان احنا حسنا من جوده التوظيف اللي موجود عندنا. من مسؤوليات قسم الشؤون العاملين برضو ضمان عداله الاستحقاقات الماديه والعينيه للعاملين، وضمان الاستمرار في التنافس الجاذب للمهارات في سوق العمل طبقا للمستوى الذي تقرره المنظومه لتحقيق اهدافها. طيب، ضمان عدالة الاستحقاقات المادية والعينية، هل هنا أقصد بإن كده إن هو اللي يقول مين ليه ومين ملوش؟ لا للأسف. الشؤون العاملين يا جماعة بعيدة تماما تماما تماما، الموضوع ده جدلي قوي، بعيدة تماما عن إن هي اللي تقر مين ليه إيه ومين ملوش إيه. لا، الشؤون العاملين هي مسؤولة عن عدالة الاستحقاقات، يعني مسؤولة عن إن كل التسجيلات اللي ليها علاقة بالمؤثرات تكون اتسجلت بشكل سليم جدا، إن كل الاستحقاقات العينية تروح لمستحقيها. تمام، لكن مش هي اللي بتقرر الاستحقاقات دي، لكن هي المسؤولة عندي أولا وأخيرا عن عدالة الاستحقاقات، على ألا يكون هناك أي استثناء يفرق بين اثنين في درجة وظيفية واحدة. طيب، مسؤولية قسم شؤون العاملين برضو دقة البيانات وحفظها وسريتها وتحديثها وإمساك الدفاتر الرسمية لها والاستعداد للتفتيش والمراقبة. الجزء ده جزء خطير جدا، ما بيعرفوش إلا اللي احتك بيه، اللي هو إزاي شؤون العاملين دي هي عبارة عن حقيقي القلب بتاع المكان، وهو اللي فيه كل الدوكيومنتس وكل الورق اللي بيقول المكان ده شغال صح، المكان ده شغال غلط، المكان ده فيه تجاوزات، المكان ده ماشي بطريقة نظامية. ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن لازم يكون دقة بياناتك وحفظها وسريتها وتدريسها ومسك دفاترك الرسمية لها والاستعداد للتفتيش والمراقبة، لأن شؤون العاملين ليها جهات كتيرة جدا